صدمة في قلب أوروبا. الملاعب الإسبانية تتحول من ساحة للمتعة إلى مسرح للكراهية. خلال ودية مصر وإسبانيا في برشلونة، تعالت أصوات القبح بهتافات عنصرية ومسيئة استهدفت الهوية الإسلامية والنشيد الوطني المصري. مشاهد مخزية دفعت الشرطة الكتالونية لفتح تحقيق عاجل وسط غضب عالمي واسع لم تشفع مهارة النجوم. فكان الرد الأقوى من الميدان، حيث أدان لامين يامال هذه السلوكيات واصفا إياها بالجهل الذي لا يغتفر. الحكومة الإسبانية واتحاد الكرة أكدا بلهجة حاسمة: لا مكان للعنصريين بيننا. لكن السؤال يبقى: هل تكفي بيانات التنديد لإيقاف هذا المسلسل المتكرر؟ أم إن كرة القدم باتت بحاجة لصافرة أخيرة تنهي وجود المتطرفين في مدرجاتها؟ العالم يترقب العقوبات والرياضة تنتظر الانتصار للقيم.